فثق في الله وتأكد أن الرزق حيجيك وحيأتيك، وحتسعد السعادة اللي ينفطر لها قلبك وتدمع لها عينك. تطهر من أعوامك السابقة كلها وما سلف فيها، وتطهر من بعدك عن الله سبحانه وتعالى، وتقرب منه وإليه، وحتشوف بعينك العجب العجاب اللي هيعمله معك رب العزة سبحانه وتعالى. ودي رسالة أمان واطمئنان بأن البشرى جيالك جيالك، ولكن خلي عندك ثقة في رب العزة سبحانه وتعالى، ومالكش دعوة بكل الكلام اللي بيتقال اللي بيحاول يشككك بأن القرب من الله والوصول إليه صعب المنال، وأنه محتكر على فئة معينة من الأشخاص. الراجل قتل 99 نفس وأتم 100 بالعابد اللي سأله وقال له مالكش توبة، ولما سأل العالم والفاهم قال له بل لك توبة، وغفر الله له بعد قتله 99 نفس. فثق إن القرب من الله والوصول إليه ومنال كرامات الله ورسالاته اللي بيرسلها إليك في كل حاجة في حياتك مش صعبة المنال ولا حاجة، وإنما هي أسهل مما تتخيل وأقرب مما تتخيل. ولكن البدء والمبادرة لازم تكون منك أنت، بأنك تثق بالله سبحانه وتعالى وتتتبع خطوات الصالحين، وإياك أن تتتبع خطوات الشيطان. وقتها حتعرف وحتتأكد ده ما كانش مجرد كلام مستهلك، وإنما كانت رسالة مباشرة ليك. وعشان كده رب العزة سبحانه وتعالى اختارك واصطفاك بأنك تسمع رسالة الأمان والاطمئنان اللي كانت في الفيديو ده. الدعوات اللي بنقولها لكم في الفيديوهات والقصص اللي بنحكيها لكم والحكايات مش مجرد كلام مستهلك ولا حكايات خيالية، وإنما هي واقع وحقيقة، وإذا تتبعتها وعملت بيها هتوصل لدرجة مع رب العزة سبحانه وتعالى بأنك تكون عبد إن أقسمت على الله لأبرك، وإن دعوته لاستجاب لك. تحياتي لكم.